ايه بقى الكونكتيف تيشوز دي؟ هي عباره عن الروابط ما بين حاجات وبعضها. يعني انت عايز تربط عظم بعض، عايز تربط عظم بعضلات. احنا عندنا الكونكتيف تيشوز دي متقسمه لكذا نوع. عندنا حاجه اسمها اوتار، اربطه، غضاريف. دي بتتكون من انسجه. الانسجه دي بتبقى اغلبيتها من بروتين اسمه الكولاجين، وده بيكون اكتر بروتين موجود في الجسم عشان هو بيصنع الحاجات دي وهو اللي مسؤول عن بنائها. فنمسك اول واحد اللي هو التندون. لما انت تيجي تبص هنا اهو، ده العظم اهو صرف، دي المصل اهي موجوده. ده بالنسبه لي التندون، لونه كده زي ما احنا شايفين لونه ابيض، الوسط بتاعه مختلف عشان يربط ما بين حاجتين مختلفين، يربط ما بين العظم والعضلات. نخش بقى على الليجمنتس. ايه الليجمنتس دي؟ شفت التندون بالظبط اللي هو كونكت ماسل تو بون، بيربط العظم بالعضلات، ده نفسه بالظبط بس اختلاف حاجه واحده، يربط العظم بالعظم. يعني انا عندي حاجه زي مفصل الكوع، مفصل الرجل، انا عايز اربط دول ببعض، فعندي كميه تندونز وعندي كميه ايه ليجمنت. تندونز خلاص موجوده اهي اللي هي العضله بالعظم، لكن انا عندي عايز اربط عظمتين ببعض، عايز اربط عظمه التibia بعظمه مثلا الفيمر. فانا مثلا دلوقتي بقى عايز اعمل ايه؟ عايز اربط العظمه دي بالعظمه دي، ساعتها ده يبقى اسمه ايه؟ ده يبقى اسمه ليجمنت، لكن ده اسمه ايه؟ تندون. ليه؟ لان ده كان ماسك في عضله فوق، ومسك من العضله بتاعه الكوادراسيبس وعدى بالباتيلا، وبعد كده نزل فين؟ في التibia اللي هي القصبه. فهو مسك من العضله ورجع مسك في عظمه ثانيه. لكن هنا ده مسك في عظمه ورجع مسك في عظمه ثانيه. فهنا ده فايدته ان هو بيربط العظم ببعضه، لكن ده فايدته ان هو بيربط ايه؟ العظم بالعضلات.